يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا يا شربطات يا احنا في الكوبايات يا احنا يا سمني سايح يا احنا جوه ايه مش مشكلة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. انا قلت بس اعمل كده بهجت كده في الفيديو. بهجت ها. بص بقى، شايفين الكحك الدايب الجميل ده؟ يعني متماسك وفي نفس الوقت دايب، حاجة كده ولا احلى. بس من غير زعل بقى، علشان ما نضربش بعض ولا نعور بعض، انا بقول لكم اهو اهم حاجة في الكحك الدايب اللي انتوا شايفينه دوت هو السمنة البلدي. كحك حلو يعني سمنة بلدي ودقيق كويس ودقيق كويس. اهم حاجة حبايب قلبي الطعم هو اللي بيفرق قوي مع السمنة البلدي. لكن طبعا في ناس بقى بيتكلموا معايا ويقولوا لي لا ممكن نخلط سمنة نباتي مع سمنة بلدي. لا، كل الكلام دوت بصراحة يزعلني. كحك حلو يعني سمنة بلدي او بقري، بالاصح بقري علشان تبقى خفيفة برضك، لان السمنة البلدي الجاموسي بتبقى تقيلة، لكن البقري حلوة وخفيفة. وهي دي السمنة اللي انا بفضلها دايما خاصة في الكحك. يعني الكحك علشان طعمه بس يظهر. وطبعا هنبتدي بقى في المكونات. ده بقى معايا النهاردة كيلو دقيق، يعني 5 كوبايات كبار مليانين. تاني حاجة بقى هنحط سمسم، شوية سمسم حلوين كده. السمسم بقى براحتك، يعني حطي معلقتين 3 براحتك. لبن بودرة، النهاردة هنشتغل بلبن البودرة مش لبن حليب، علشان لبن البودرة بيفرق برضو في الطعم جدا وبيخلي الكحك طعمه جميل. حطيت 3 معالق لبن بودرة، ودي معلقة ريحة كحك. ما حطيتش النهاردة ولا فانيليا ولا ريحة موز ولا اي حاجة، حطيت ريحة كحك. ودلوقتي بقى هحضر الخميرة. مية سخنة و3 معالق سكر. بس هنا بقى في ملحوظة عايزة اقول لكم عليها علشان ما تغلطوش نفس الغلط بتاعي. المية دي كانت سخنة شوية، المفروض مية دافية زي دمعة العين. ومعلقة خميرة، لكن انا بقى لحقت نفسي، بس حبيت اقول لكم على الغلط اللي انا غلطته علشان ما تعملوش زيي. بس لحقت نفسي وعملت معلقة خميرة غيرها مع مية دافية زي دمعة العين. والحمد لله كان عندي الخميرة يعني لحقت ايه الموقف كده. وطبعا قلبنا بقى كل المكونات الجافة مع بعضيها، اللبن واللبن البودرة مع الدقيق مع السمسم مع ريحة الكحك، كله كده ايه نقلبه مع بعض ونعمل حفرة كده، نفحر حفرة كده صغيرة علشان ننزل بالسمنة. والنهاردة انا هشتغل بسمنة على البارد مش هشتغل على السخن. يعني في ناس بتقدح السمنة قوي قوي وتنزل على الدقيق، بس الموضوع ده بيعمل حمو كده، ولما تيجي تاكلي الكحكاية بتحسي كده ان صدرك كده فيه حرقان شوية. وطبعا دوت علشان في ناس بتحب تخزن الكحك مدة طويلة، لكن احنا بنشتغل بكيلو او 2 كيلو، فطبعا مش هيقعد مدة طويلة ولا حاجة. فطبعا انه الاحسن ان انتي لو مش هتعملي كمية كبيرة اشتغلي على البارد. وزي ما انتوا شايفين كده انا مسكت العجينة ولقيتها يعني ايه، بعد ما حطيت نص كيلو بالظبط على كيلو دقيق، حسيت ان الموضوع ايه العجينة يابسة معايا. فيعني حطيت كده في الكوباية قد 3 4 معالق كده سمنة، ونزلت بيهم على العجينة. فحسيت ان هي ظبطت معايا قوي الحمد لله. وما تستخسريش مادام انت يعني اللي هيخليك تحطي نص كيلو، حطي كمان معلقتين 3 علشان العجينة بتاعتك تبقى ظابطة وحلوة. وزي ما انتوا شايفين بقى كده، رجعت مسكتها لقيتها كده بقى ايه سايحة ونايحة كده في ايدي، والعجينة حلوة وسمنتها نطرة كده في ايدي. ونزلت بقى كده طبعا بمعلقة بيكنج باودر مع ربع كوباية مية. وبعدين هحط بقى الخميرة برضك ربع او نص كوباية مية مع برضك معلقة الخميرة. شايفين دي بقى فايرة وحلوة ازاي؟ لازم تختبر الخميرة قبل ما تحطيها، طلعت ناجحة حطيها، ما طلعتش ناجحة اعملي واحدة غيرها زي ما انا ما عملت كده. طبعا انا دلوقتي بقى ايه هنلم بس كده العجينة لم، مش هنعجن قوي يعني يعني في الكحك والحاجات ديت والبسكوت والحاجات ديت ما تعجنيش قوي. حاولي ان انت بس بتلمي العجينة الاول، هتبسيها بالسمنة وبعد كده هتلميها. الموضوع كله ما بياخدش 5 دقايق على بعض كده. خلاص بقى انا ايه يعني بسويها بس علشان على ما ايه احضر بقى الصواني بتاعتي. وبس مش هاخد يعني 5 دقايق اهو، حضرت كده الصواني وخلاص هبتدي اشتغل على طول. مش هنسيبها تخمر ولا حاجة.
بحط بقى كده بكور وبحط في الصواني، هاملة الصينية وهرجع ابصم. بس برضو في ملحوظة عاوزة اقول لكم عليها، معلش النهاردة الملحوظات كتير، بس واجب عليا ان انا اقول لكم كل حاجة وقعت غلط فيها وقعت فيه، علشان ما تقعيش انت برضو فيه. انا لما رصيت لما كورت كده كور ورصيتها في الصينية ورجعت بصمت، حسيت ان الكحكاية هبطت معايا قوي وبقت رقيقة. فبعد ما خلصت خالص رحت رجعت تاني لميته وعملته في ايدي بالطريقة العادية جدا، ان انا اكورها في ايدي وابصمها برضو هي في ايدي. فكده الكحكاية بتاعتي هتبقى نافشة وحلوة ومش هابطة، وعشان كمان ما تتحرقش منك لما تدخليها الفرن. كل ما تبقى عالية كل ما يبقى احسن في الشكل، حتى في التقديم لما تيجي تقدميها تبقى احلى. فبرضو حبيت ان انا اقول لكم اي ملحوظة انا غلطت فيها ورجعت صلحتها علشان انتي ما تغلطيش فيها. طبعا احنا طول عمرنا يعني انا كل سنة بعمل على فكرة الكحك، بس هنفضل طول عمرنا نتعلم. ويموت المعلم ولا يتعلم. زي ما انتوا شايفين بقى هرجع بصم في ايدي. شايفين انا عامله كحكايه صغيره جدا على فكره علشان تتحط كده على بق واحد و آه، ما ت... ما تتفتفتش مني بقى كده. ما بحبش الموضوع ده، يعني ما بحبش ان انا اقعد اقطم في الكحكايه وتتفتفت مني، لا. احطها كده في بق واحد واخلص وخلاص. وقولوا لي بقى مين بيحب الموضوع ده، مين بيحب يعمل الكحك صغنن كده زي، اكتبوا لي في التعليقات. بصوا اهو، احلى حاجه ان انت تبصميها في ايدك وتحطيها. دي صينيه تانية غير الصينيه الكبيره، دي صينيه صغيره. هرجع بقى الم زي هتشوفوا دلوقتي، هرجع الم كل الكحك اللي انا عملته في الصينيه وهرجع ابصمه في ايدي تاني. طبعا بقى يا ولاد النهارده انا كنت بس كده بجرب في كيلو، لكن طبعا هرجع بقى اعمل اهو. بصوا بقى، يعني اهو دي كده الطريقه دي احلى، ان انت تبصمي في ايدك بتبقى البصمه خفيفه وما بتهبطش معاكي الكحكايه، علشان ما ترجعش تتحرق او ما تدخل الفرن، وفي نفس الوقت تبقى نافشه وحلوه معاكي. طبعا كل سنه وانتم طيبين. احلى حاجه في موضوع الكحك دوت ان الولاد يتلموا حواليك ويعملوا معاكي. انا بس قلت ايه، اعمل كيلو كده في السريع علشان انزل فيديو قبل زحمة العيد. بس انا طبعا بقى لسه هجيب تاني واعمل بقى انا والولاد ونقعد بقى نلعب مع بعض. كل سنة وانتم طيبين. احلى حاجة في الموضوع هو اللمة بتاعت العمايل دي مع ولادك ومع ولاد الجيران وولاد عمتهم ولاد خالتهم، وبتبقى يعني بصراحة ايام جميلة وذكريات حلوة قوي. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. واحلى حاجة ان انت تعملي حاجتك في بيتك وتبقي مطمنة للمكونات اللي انت بتحطيها. انا بصراحة ما بحبش اشتري كحك جاهز. وبرضو اللي زي كده يكتب لي في التعليقات ويقول لي مين بيحب يعمل الكحك في البيت وبيحب يحط الخامات بايده علشان يبقى مطمن. قولوا لي في التعليقات. وما تنسونيش بقى في اللايك. وكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وهنعمل بقى برضو البيتي فور ان شاء الله، وهننزل برضو فيديوهات، هنعمل بسكوت وبيتي فور وهنعمل كل حاجة ان شاء الله. ربنا ايه يبقى يعني يعود علينا الايام بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وقولي لي رأيكم ايه برضو في التعليقات في الكحك اللي انا عاملاه دوت. مع السلامة.